وبما انه لسه في جزء رابع للقايمة، نروح على طول للمركز ال15 والافضل في حلقة اليوم، A Silent Voice. من اقوى افلام الانمي على الاطلاق بالنسبة لي انا شخصيا. فيلم بيتكلم عن التنمر وتبعاته، وازاي التنمر او الكلمة الواحدة ممكن تأثر في الشخص وممكن توصله لايه. لو بايدي احطه في اول 7 افلام من قوته والابداع اللي فيه، ومن عمل الاستوديو اللي عمل مسلسل فايلت ايفرجاردن الانمي الحاصل على جوائز عالمية. فالفيلم مش اي كلام، وعرض في 2016 ومتاخد من مانجا بنفس الاسم، وعمل ايرادات اكتر من 30 مليون دولار، ده غير ما فاز ب6 جوائز وترشح ل9 تانيين، وتقييمه عدى 80% على موقع IMDb. فيلم مش قليل. وقصة الفيلم بتركز مع البنوتة دي اللي هي صماء بالمناسبة، والواد ده اللي لما يعرف انها مش بتتكلم هيتنمر عليها بكل قذارة، وحتى الفصل كله هيبقى سافل معاها، بس ده زودها قوي وأذاها كتير، وبسبب كده هتتنقل لمدرسة تانية تقدرها. وبعد كده كل الفصل يوقعوا الواد قدام المدرسين وقالوا بان هو اللي اتنمر عليها وسبب طفشها. وبعد كده بعد ما كان كول ومقطع الدنيا، بقت المدرسة كلها بتتنمر عليه بنفس السفالة اللي عملها مع البنت، وبقى مكروه ووحيد. كل ده في ابتدائي. وطبعا الواد هيقتله الإحساس بالذنب، فهيحاول يتقرب من البنت ويتعامل معاها، وحوارات تانية كتير. وهتشوف بأن اللي عمله وهو صغير وكل كلمة قالها بلا مبالاة هتأثر مستقبلا، حتى وهو ندمان هيتأثر باللي عمله زمان، وهيبقى معقد نفسيا، وهيخاف من الكلام مع الناس أو حتى يرفع راسه ليهم، وهيبقى موطي راسه طول الوقت، لأن علامة الإكس دي للناس اللي مش قادر يبصلهم وبعيد عنهم. الفيلم جميل جدا وبيوريك التنمر ده مش سهل ازاي، وإن التنمر والكلام السيء ممكن يؤدي لكوارث تضر بشخصية الشخص، وهتشوف كل ده بالتفصيل في الفيلم. اهو ده بقى من الافلام القليلة اللي الواحد يتفرج عليها اكتر من مرة، بس فيها افكار غلط وحاجات مش لطيفة، بس من غير عري ومشاهد جنس، فوجب التنويه برضو.